السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم. كيف شفتوا في العنوان، واحد الكيكة اقتصادية بزاف بزاف بزاف. ان شاء الله غادي نصيبوها باتاي، يعني ما فيها لا حليب لا ياغورت لا برتقال لا حتى شي حاجة. يعني شاطلك اتاي في الصباح على فطور الوليدات، صيبي بيه واحد الكيكة ان شاء الله الكوتي. وهذا هو الاقتصاد. ندوزو ان شاء الله المكونات ديال هذا الكيك وطريقة التحضير ديالو. مكونات بسيطه كيف كتشوفوا: كاس ديال اتاي، كاس صغير او نصف كاس ديال العنبه زيت، نص كاس ديال سنيده، فاني وحده، جوج خمارات، جوج معالق ديال بودره الكاكاو وجوج بيضات. هذا الشيء هو اللي كاين في المكونات، والدقيق من طبيعه الحال على حساب الخليط. هنا غندير واحد جوج البيضات في واحد الاناء وغادي نطربهم. بغيتو تفكوا عليكم الخدمه ديروا كلشي كيف كنقول لكم في المولينكس، يعني راه كلشي ساهل. انا هاد الكيكه درت دوزتها من الشقه، وهاد اتاي شاطع الفطور ديال الدراري. صافي درت هنا واحد راس المعلقه ديال الملحه، وضروري ديروا الملحه في اي حاجه حلوه، راه كتثبت لكم يعني كل مذاق تتخليه لكم في بلاصتو. غادي نخلط هاد الجوج بيضات مع كاس صغير ديال سنيده او نصف كاس ديال سنيده. بالنسبه لهاد اتاي ما خصش يكون فيه النعناع باش ما يخسرش لكم الكيكه ديالكم. وهاد اتاي الا كنتو غديروا اتاي مسوس، يعني الناس اللي فيهم السكر تيشربوا اتاي مسوس، وبالنسبه للناس اللي كيديروا الريجيم كيشربوا اتاي مسوس، ديروا كاس ديال العنبه ديال السكر. الا كنتو غديروا اتاي حلو بلا نعناع واتاي حلو، ديروا نصف كاس ديال العنبه ديال السكر. هنا كيف شفتوا انا درت كاس صغير لان اتاي ديجا حلو. غادي نخلط هذاك، ندمج هذوك جوج بيضات مع واحد فاني ونص كاس ديال السكر. واتاي يكون بارد البنات، ما يكونش سخون. يعني انا راه كيف قلت لكم راه صبت اتاي الفطور وشاط ليا، وغنديرو في الكيكه كتجي اقتصاديه بزاف. يعني واخا ما يكون عندك لا حليب لا ياغورت لا ليمون لا حامض لا حتى شي حاجه، ديريها اختي باتاي. وهانتي مقتصده اتاي ما خويتيش في لافابو، وصبتي بيه كيكه ومبرعه راسك ومفرحه الوليدات وكل شيء بخير وعلى خير. كويس ديال اتاي كيف كتشوفي ضفتو للخليط، يعني زدنا حركنا البيض مع سنيده وهذاك الفاني وقريصه ديال الملحه. ضفنا سميتو ضفنا الزيت، وغنزيدو اتاي، وغنديرو جوج معالق ديال بودره الكاكاو. الصراحه كتجي بنينه، وجربوها البنات وغادي تحكموا. يعني جربوها، يعني بزاف ناس كيتخوفوا من هاد الكيكه ديال اتاي. الحاجه الوحيده اللي نوصيكم هو ما يكونش بالنعناع. يعني المذاق ديال النعناع الا درتو ما غيعجبكم الصراحه، ما غيجيش زوين. النصيحه الوحيده اللي نقول لكم هو ما يكون بلا نعناع. غندير بودره الكاكاو هي الاولى، جوج المعالق، ولا كنتو غديروا اكياس ديال بودره الكاكاو، يعني كيسين جوج الاظرفه من بودره الكاكاو. كانت عندكم الكميه، يعني عندكم بودره الكاكاو في الدار، ديروا جوج معالق. انا راه عابره جوج معالق قد في هذا الخليط. غنبدا نزيد في الدقيق بشويه بشويه حتى يتوقف ليا الخليط ديالي، يعني حتى نوصل للكثافه الصحيحه ديال الكيك. هنا غندير واحد، انا الخميره ما كنخليهاش هي الاخيره اللي كندمجها، يعني كندمجها يعني مع الدقيق المره الاولى باش نضمن انها تكون يعني الخليط كامل انسجم ليا مع داك الخماره. هنا غندير جوج خمارات. وكمبدا ديال الكيك، عدد البيض هو عدد الخميرات، يعني عدد البيض هو عدد الخميرات. بغيتو تدوبلو هاد، الا كان عندكم مول كبير، انا كيف غتشوفوا في المول اللي غادي نخدم فيه راه مول غير صغير، يعني غير موين. الا كنتو غديروا شي صينيه كبيره ولا شي بلاطو ولا شي حاجه، ديروا زلافه ديال اتاي، يعني كثروا اتاي راه تيجي زوين فيها الصراحه. غير جربوه وغادي تحكموا. ممكن ندمج هذاك الدقيق، كنبقى ندخل بشويه بشويه الدقيق حتى كتوقف ليا الخليط ديالي. صافي كنبقى نستمر. هي الدقيق ما تكبوش دفعه واحده، بشويه بشويه. وضروري التغربيله البنات، ضروري ما ديروش الدقيق هكاك نيشان، راه غيبدا يكور ليكم. هنا راه الخليط بدا كيتجمع. انا تقريبا بحال كندير بالمعلقه ديال الطحين، وكنشوف يعني باش ما يغدرنيش الدقيق. يعني الا كبيتو مره واحده تقدر يعني تعقد ليا داك الكيكه وما تجيش زوينه. الكثافه الصحيحه ديال الكيكه البنات ما يكونش خفيف، ما يكونش خفيف بزاف وما يكونش ثقيل بزاف. يعني ملي تهزي داك الفويت تكتبي به 8، يعني تكتبي به 8 وتعاودي به 8، يعني تكتبيها 8 وتعاودي تكتبي 8. صافي هذه هي الكثافه الصحيحه ديال الكيك. صافي هنا راه بالي خفيف واحد شويه، زدتو واحد المعلقه. غندمجها عاوتاني. خذوا بعين الاعتبار انكم ملي غتساليو غديروا واحد المعلقه ديال الخل باش ترخي لكم، يعني باش تفشفش لكم هذاك الكيك، وتجيب فيه يعني هذوك
كنقول لكم هذوك الفراغات هذوك لي بولدار اللي كيكونوا وسط الكيك، يعني باش يكونوا داك الفراغات تيجي الصراحه مهوي وزوين. صافي كتبقاو تضربوا بحال هكا باش تضمنوا ان الكثافه هي هذيك. المهم انا الكيك ها هي دابا هذه الكثافه الصحيحه ديالو كيف كتشوفوا. صافي بارك عليه. غنزيدو هنا واحد المعلقه ديال الخل وغادي ندمجو، ما غبقاش نزيد الطحين نهائيا. ضروري الخل البنات، واي خل، يعني يا الخل الاحمر يا الخل الابيض اللي عندكم، ولا داك الخل الاقتصادي اللي كان. ضروري ديروا شي معلقه ديال الخل الصراحه تجيب الكيكه تجيبها زوينه، تجيبها مفشفشه وزوينه. صافي هذه الكثافه الصحيحه كيف كتشوفوا. بارك عليه. يعني هزو كتبي 8 وعاودي كتبي فوق منها، ها نتوما كيف كتشوف 8 وعاودي فوق منها. بارك عليه. يعني الخيط ما كيتقطعش، الا تقطع عرفي راها جاريه بزاف. بان لك انه سميتو كبيتيها راه كتبان لك ثقيله، يعني هذاك الفويض غير كتهبط منه العجينه. خديت واحد المول دهنتو بشويه الزبده وغبرتو بالطحين وطلعوا من تبغوا تخويو الكيك ديالكم. ضروري تهزوا المول، يعني هزوه مزيان مزيان باش يخرجوا هذوك الفقاعات كاملين. والمول ديروا اي مول عندكم، يا المول هذاك المثقوب يا شي بلاطو ولا صينيه. المهم هنا ملي تكبوا دائما خبطوا هذاك المول. انا راه دايره هنا داك الطبيقه ديال الطاجين باش ما يتهرش ليا المول. من طبيعه الحال غندخلوا الفران على واحد درجه الحراره 160 درجه مده 40 دقيقه. خلوا الكيك يطيب على خاطرو باش يطيب مزيان وغادي نخرجوا. صافي هنا خرجتو كيف شفتوا. غادي دوز نسقي بواحد الكاس ديال الحليب ومعلقه ديال شوكولا اولي، يعني الشوكولاط ديال الحليب. معلقه ديال الشوكولاط الحليب، يعني الشوكولا بودغ مع كاس ديال الحليب. وسقيو هاد الكيك ديالكم راه كيجي واعر الصراحه، غير جربوه راه تيجي زوين. كنخليه يتشرب هذاك الصوص، يعني باردون، كنخليه يتشرب هذاك الحليب كامل بالماء. وجدت واحد الصلصه. بالنسبه الصلصه باردون، بالنسبه للصلصه ديروا اي حاجه عندكم. تقدروا تاخذوا غير ياغورت ديال الشوكولات وتزوقوا به. ديروا اي حاجه عندكم. هنا في نفس الوقت بغيت نبارطاجي معكم واحد الكاناش ساهل، واحد الصوص ديال الشوكولات ساهله ماهله. ديروها بعينكم مغمضين. ديروا كاس ديال الحليب، يعني كاس ديال العنبه ديال الحليب، معلقه صغيره ديال البودره ديال الشوكولا، يعني ماشي بودره الكاكاو، الشوكولا بودغ. ومعلقه ولا نصف معلقه كبيره ديال مايزينا او النشا. صافي هادو هما المكونات. وباش تعززوا المذاق ديال الشوكولا غتزيدوا واحد الطريفات ديال الشوكولات ديال 4 ريال. زيدوا 10 الشوكولاتات، يعني غير درهم ولا 40 ريال راه قاداكم. المهم هاد الصلصه اعتمدوها في جميع لي كيك، ولا تقدروا ديروها في ليك خيب كتجي زوينه الصراحه. ها نتوما ملي غتوجد غتبان لكم راها واعره واعره البنات. المهم واحد الحليب بارد غادي ندمج فيه انايا هذيك المايزينا باش نضمن انها ما تكورش ليا فوق البوطه. وغنزيد هنا واحد الطريفه ديال الشوكولات، ما عرفتش انا وقيله 10 ولا ما عرفت شحال. 10 وقيله. ديروا حتى 12 ما كاينش مشكله. هاد الشوكولات غير كيعزز لينا داك المذاق ديال الشوكولا. يعني كنبقاو في نفس المبدا. الكيكه فيها بودره الكاكاو والغاناش كنديروا فيه الشوكولا. هنا راه واخا كيبان لكم الجري راه غادي يتقال، كنحطو فوق البوطه وكنبقى نحرك فيه حتى كيعقد ليا واحد شويه. اللي فاش كنزولهم فوق البوطه وكنبقى نحرك فيه اللي هو كيتبرد وهو كيزيد يعقد. عندكم تقلوه بزاف فوق البوطه اللي نتوما هو كيبرد وهو كيزيد يتقال. صافي كاس ديال الحليب، معلقه صغيره ديال الشوكولاط بودغ، ومعلقه ديال مايزينا، وشوكولاتات 10 شوكولاتات بركه. كاناش واعره، اعتمدوها هذه تكون عندكم معتمده. تتجي واعره الصراحه، تتجي خطيره. شوف اللمعه ديالها تتجي زوينه زوينه البنات بزاف، بلا لا كريم فريش بلا حتى شي حاجه. شي حاجه اقتصاديه. الا بغينا نبقاو في مبدا ديال الاقتصاد مصيبه بالاتاء، يعني اقتصاديه ورخيصه. تقدر تخسري عليها ياغورت ديال درهم ديال الشوكولا بارك عليها، وتقدري انت كاع ما تزوقيهاش والسلام. ولا دير لها شويه الكونفيتور والكوكو بركه. ساهل البنات باش تقتصدوا وباش تصايبوا حاجه زوينه تفرحكم وتفرح وليداتكم، وهكا كتغيروا وتخرجوا من الروتين وبشي حاجه زوينه بطبيعه الحال، بلا غلا، يعني بلا غلا. عتي راه كاين في الدار
كلشي كاين في الدار. هنا زوقتها بشويه ديال الكوك، يعني واحد الزواق بازيك، يعني ماشي شي حاجه. المهم كنتمنى انها تعجبكم وتروقكم، يعني سهله وبسيطه. درت لها شويه الكوك، ديروا شويه اللوز ايفيلي، ديروا خذوا غير شي بسكويت ديال درهم، راكم عرفتوا داك لي غوفر، وهرسوهم هرمشوهم وزوقوا بهم شويه كاوكاو، شويه الفيرميسيل اللي كان عندكم، ولا ما كانش ما تزوقوهاش كاع، راه كتجي بنينه بنينه بنينه. ما نعاودش لكم على البنه ديالها. كنتمنى الفيديو يعجبكم ويروقكم من طبيعه الحال، ولا عجبكم خليوا لي واحد البصيمه ونشروا الفيديو على اوسع نطاق، يعني بارطاجيو مع الاهل والاصدقاء والاصحاب لتعم الفائده. والى فيديو اخر ان شاء الله، خليت لكم الراحه وفي امان الله.